Presión muy efectiva, ese robo lo atestigua. Muy buena presión, gana la pelota de cerca. كلنا عندنا اللحظة دي. كسبان 4-0، فجأة الخصم قلب النتيجة 5-4 وانت مش فاهم ايه اللي حصل. تبقى كسبان 6 ماتشات ورا بعض في الشامبيون، تخسر بعضهم 5 ماتشات، وبتتكرر كل اسبوع، وتقعد تسأل نفسك هل ده حظ؟ ولا ده مستوايا فعلا؟ ولا ده سكريبت؟ وهل في حاجة فعلا اسمها سكريبت؟ ولا دي مجرد أوهام إن اللعبة بتتآمر عليا عشان تخسرني؟ تعالوا ندخل جوه عقل فيفا ونفكك اللي محدش عارف يشرحه ولا حتى المحترفين. بس قبل ما ندخل في الحلقة واللعبة تعمل لي ريبورت، دوس لايك وسبسكرايب. كل لعبة فيديو اتعملت من أول ماريو لحد فيفا 25 مبنية على أكواد، والأكواد دي ما هي إلا أرقام ومعادلات بتحرك الجرافيكس اللي احنا بنشوفها. وأكواد فيفا مبنية على حاجتين مالهمش تالت، ال AI الهجومي وال AI الدفاعي. ومن هنا بيدخل العنصر الغامض ال DDA Dynamic Difficulty Adjustment، وده ببساطة الطريقة اللي اللعبة بتغير بيها الأرقام وانت بتلعب عشان تقرب المستويات بين اللاعبين، وبتظهر خصوصا لو انت كسبان اكتر من ماتش ورا بعض او لو متقدم على الخصم بفارق كبير من الاهداف. الدي دي اي بيتدخل وبيغير في الاكواد دي علشان يعمل توازن. يعني ايه الدي دي اي او السكريبت زي ما بنقول؟ يعني مرة واحدة تلاقي اللعيبة بتاعتك واقفين زي صنم ما بيتحركوش، الباصات كلها غلط، مهما تشوط يا في العارضة يا هتضيع بشكل غريب، اللعب تقيل جدا، الحارس بتاعك لو اتشاط عليه تلاجة هتدخل حتى لو في نص الجون، اللعيبة مش عاوزة تجري، التمركز بيضيع. ده مش انت، دي اللعبة اللي قررت التوازن. اهلا بيك في عالم الظلم الرسمي السكريبت. طب لو السكريبت بيلعب وبيشتغل بالارقام، يبقى هنكسره ازاي؟ بالارقام ولا بالمخ؟ الاكواد ذكية بس بصنع بشري، انت كبني ادم مخك اذكى من الاكواد دي، والحل انك تخرج بره نظام اللعبة الاسيستد وتدخل عالم المانيوال. كل ما تعمل تدخلات يدوية اكتر كل ما اللعبة تفقد سيطرتها عليك. زي اول حاجة التايم فينش، الاكواد بتتحكم في توقيت الشوطة، يعني انت لما تشوط وخلاص اللعبة هي اللي هتقرر الكرة تدخل ولا لا. بس لما تعمل تايم فينش انت بتاخد السيطرة الكاملة، لانك بتقول للعبة انا عارف امتى هشوط، مش عاوز مساعدتك. تاني حاجة البلاير لوك، السكريبت بيتحكم في تحركات المهاجمين، يعني لو بتلعب عادي اللعبة هي اللي هتقرر تفتح لك مساحة او تبوظ لك التمركز. بس لما انت تعمل بلاير لوك انت بتكسر القاعدة دي، اللعبة بتتلخبط لانك خرجت بره الاكواد بتاعتها. تالت حاجة الشوط اليدوي او البريسيجن، بيخليك تحدد اتجاه وقوة التسديدة بدقة. السكريبت صعب يتعامل مع المدخلات المانيوال بالكامل، يعني لما تختار زاوية مش منطقية بالنسبة للاي اي بس دقيقة في التوجيه بيتفاجئ السيستم وما بيعرفش يتعامل معاها. رابع حاجة ال L1 وال R2، سكريبت اللعبة هو اللي بيقرر امتى يفتح لك او يقفل لك المساحات، كل حركة يدوية منك بتكسر شغل الاي اي. لما انت تجري اللاعب بتاعك علشان يفتح لك مساحة او يقرب منك علشان يستلم الكرة منك، انت كده بتبني الفرصة بدماغك مش بالاكواد بتاعتهم، كأنك بتقول للعيبة يتحركوا غصب عن اللعبة. خامس حاجة تغييرات جوه الماتش، السكريبت بيشتغل في فترات معينة، لما تحس ان في حاجة مش طبيعية وانت بتلعب غير خطة اللعب، لو بتلعب 4-4-2 العب 4-3-3، غير مراكز اللعيبة، حط المدافع اللي على اليمين في الشمال واللي على الشمال حطه في اليمين، غير حتى طريقة الضغط، لو بتلعب هجمة مرتدة غير الاستحواذ، لو بتلعب على عمق 70 العب على 50. انت مش ملاحظ انك لما بتبقى متأخر في النتيجة وتدخل تغير في التعليمات بتحس ان السيطرة رجعت لك وممكن ترجع في الماتش؟ الفكرة هنا انك مش جوارديولا، الفكرة انك كسرت معادلات الاكواد اللي بيستخدمها السكريبت وانت مش واخد بالك، كأنك عملت له اعادة ضبط المصنع. سادس حاجة لما تكسب كذا ماتش ورا بعض غير التيشيرتات،
غير حتى الكورة اللي بتلعب بيها، غير اسم التشكيلة. كل تغييرة منك بتعملها في أكواد جديدة بتتكتب وأرقام جديدة بتتغير، وده بيلخبط ال DDA. هل في دليل على الكلام ده؟ في دليل. اسأل نفسك سؤال: ليه نفس المحترفين كل سنة؟ ليه نفس الناس بتوصل للنهائيات مع إن الجيم بلاي بيتغير كل جزء؟ علشان هم فاهمين مش مجرد لعيبة جامدة أو مش عندهم حظ أو pay to win زي ما احنا بنقول. المحترفين ثابتين في مستواهم لأنهم متكيفين على النظام ده من زمان ومكسرينه بأدوات المانيوال. السكريبت مش شبح، هو واقع لكن مش نهاية اللعبة. كل ما كنت فاهم إن اللعبة دي عبارة عن أرقام وأكواد، مخك هيقدر يتعامل معاها. المشكلة مش في اللعبة، المشكلة إنك بتلعبها زي ما هي عايزة مش زي ما أنت عايز. اللعبة دي مش بس لعب وشوط، دي معركة بين أرقام وعقل. لو أنت فهمت تقدر تكسب السكريبت، وساعتها اللعبة هتشتغل لصالحك مش ضدك. أهو ده كان السكريبت أو الظلم اللي بنقابله كل ماتش، بس خلاص انتهى وقت الشكوى. دلوقتي انت عرفت امتى السكريبت بيشتغل وازاي تتعامل معاه وكمان تكسره وتخليه لصالحك. والمفاجأة ايه؟ الحلقة الجاية هعلمك تلعب مانيوال بأسهل طريقة ممكنة، وازاي تهاجم وتدافع ضد السكريبت وتتحكم في اللعبة صح. لو الحلقة دي فرقت معاك فأنا أستحق لايك محترم، ولو عاوز تطور لعبك وتكسر السكريبت بنفسك اشترك في القناة وفعل الجرس علشان اللي جاي هيغير مستواك تماما. وخليك دايما مستعد إن أنت اللي هتكتب الأكواد بنفسك.